اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني انا شايف حاجة كبيرة قوي في نادي الشباب. شايف نادي الشباب غني برجاله والمشرفين عليه والمسؤولين عنه، كلهم ناس على افضل ما يكون. ابدا بسمو الامير خالد بن سلطان بداية، والراجل اللي انا بعتبره فز في ادارته خالد البلطان. انا اشتغلت مع رؤساء نادي كتير، شفت رؤساء نادي كتير. انا بقول عليه هو عنده فكر عالي قوي في ادارته. حتى انا لما بتكلم وبقول يعني اي حد يشتغل مع الشيخ خالد البلطان لو ما خدش بطوله هو اللي يبقى العيب منه، مش العيب من يعني مش من النادي. انا بتكلم بجد لانه بيوفر لك كل حاجه، امكانياتك. انت شايف ملاعب 4 ملاعب على اعلى مستوى، احسن ارضيه ملاعب في المملكه في الوقت الحالي. احنا وقت طالعين من شتاء، فالمفترض النادي اللي يعرف يحافظ على ملاعبه كده. انا لعبت في جميع انديه المملكه، ما لقيتش. دي ابسط حاجه اللي انا عايز اقولها لك، النظام اللي انت شفته، التتويج اللي انت شفته للاعبين. حاجه تانية مهمه قوي، الفكره ورا ان احنا بنعمل لعيب بطل، ودي اهم حاجه، ودي اللي احنا بنفكر فيها، ودي اللي بنشتغل عليها. فاحنا السنه دي الحمد لله نجحنا نجاح كويس. النجاح جه من حاجتين مهمين قوي، ان فعلا اداره محترمه موفر لنا كل حاجه، لاعبين على اعلى مستوى، واهم حاجه في المنظومه هم اللاعبين. اولا انا عايز اقول لك حاجه، احنا الحمد لله من بدايه الموسم هقول لك احصائيه هي دي بقى اللي اتكلم فيها. احنا لاعبين، انا لاعب 30 مباراه ما بين كاس الاتحاد رسميه، ولاعب 36 مباراه وديه، يعني لاعب السنه دي 66 مباراه. لو قلت لك الارقام هي دي اللي احنا نتكلم فيها. انا ما اتغلبتش الا مباراه واحده في كاس الاتحاد. في الكاس برضه مش في الدوري. مش في الدوري، لا. وحتى يعني عايز اقول لك احنا لو قلنا كاس ودوري 30 مباراه، الحمد لله خسرنا مباراه واحده، اتعادلت 4 مباريات. يكفيني كمان ان احنا عملنا انجازات كويسه. اول انجاز عملناه اللي هو ناخد البطوله بدون هزيمه، ودي حاجه كويسه قوي. اقوى هجوم، اقوى دفاع، اكتر عدد فوز ما حصلش قبل كده. ولا خسرت على ارضك؟ ولا خسرت، انا ما تعادلتش على ارضي، ما خسرت اي نقطه ولا تعادلت اي نقطة. ولا تعادلت في الرياض خالص، ودي حاجه مهمه جدا. المنافسين الحمد لله لعبتهم اكتر من 3-4 مرات، كسبتهم وكسبتهم مكسب كويس. فاللي انا عاوز اقوله لك ان في مكاسب كتير، ولكن اصعب مراحل هي المراحل الاولى. انا الحمد لله يعني اول ما مشيت في كاس الاتحاد كويس، ولقيت التوليفه بتاعتي الكويسه اللي انا اقدر اعمل بيها حاجه اكسب بيها نادي الشباب، قلت ان من اول الاسبوع الثالث او الرابع طلعنا على القمه ما نزلناش منه. وفي كاس الاتحاد نهينا البطوله، يكفي ان احنا كسبانين النصر 5-0 في فاينل. لا، ودي حاجه مش قليله. فالسنه دي مليانه بالارقام ومليانه بالتتويجات لينا ولاعبتنا. والمهم ان احنا بنشتغل في شقين. الشق الاولاني بنشتغل فيه اللي هو احنا بنعمل لعيب بطل، وليس زي ما الناس كلها بتقول. انا يهمني الفريق الاول. ازاي تطلع لعيب للفريق الاول وهو مش بياخدش بطوله؟ وبعدين الكلام اللي بيقول انا يهمني الفريق الاول للانديه المتوسطه او اللي تحت خالص، اللي هي بتشتغل استثمار، ان انا اطلع لعيب كويس عشان ابيعه. لكن انديه كبيره زي نادي الشباب المفترض انه يلعب على الكواليتي، لاعب كويس، اللاعب البطل، اللاعب اللي عايز يكسب بطوله. فاحنا بنربيهم على كده. فبالك انت اللعيبه دلوقتي لما بيتعادلوا، يعني اقول لك حاجه احصائيه بسيطه كده، انا تعادلت في جده مع الاهلي النتيجه 0-0، لعيبه طلعت تعيط ان احنا تعادلنا. دي فلسفه. احد اللاعبين قال لي في احد التصاريح، اعتقد عبد الملك الشمري، قال الكابتن عادل عبد الرحمن عودنا انه احنا اذا ما نفوز ما نخسر. لا، وحاجه تانية عايز اقول لك حاجه، انا لو لعبت اعظم فرقه في العالم انا بحس ان انا احسن منها، وبنزل الملعب انا احسن منها وعايز ابقى احسن منها، وما بفكرش الا في حاجه واحده بس. انا افكر في حاجه واحده، ان انا اكسبها بغض النظر عن اسمها. احنا وان واي، اي فريق يعني اي فريق، يعني احنا بنغير فلسفه اللعيب. حاجه تانية مهمه قوي، حته الاهداف. اللعيب يجيب جون 2. كنت في البدايه
اجيب جون ولا حاجه ولا اتنين، اللعيبه خلاص يقول لك عملنا اللي علينا. لا، انا عايز اطورهم، عايز اخليهم يكسب 3 4 5 6 7 8، يكسب اليوم بتاعك استغله على اعلى استغلال لما يكون يومك. فعلشان كده في اهداف كتير قوي احنا اشتغلنا عليها النهارده. من اهم الاهداف اللي احنا اشتغلت عليها، اعمل لاعب بطل ياخد بطوله، اعمل لاعب قوي ذهنيا عنده تحمل عالي قوي، مش تحمل في الجري والحاجات دي بس، لا، تحمل الضغط، ضغط المباريات، يتعادل تاني ماتش يلعب على انه يكسب، يتعادل بره، يتعادل. احنا الحمد لله ما تعادلناش على ملعبنا خالص ولا اتهزمنا على ملعبنا، لكن هنا جربت ان انا اتعادل بره ملعبي وبره مع انديه كبيره ولعبت تزعل. ده النجاح وده اللي انا عودتهم عليه، والحمد لله انا اوعد ان احنا ان شاء الله نكمل المسيره. نادي الشباب عنده لاعبين كويسين قوي، عنده اداره واعيه، عنده حتى كمان عاوز اقول لك حاجه، احنا يعني انا فخور كمان بالفريق الاول لنادي الشباب. انا يعني بشوف ان هو فرقه عظيمه، فرقه كبيره، فرقه نادي الشباب. يمكن ضاع مننا بناطن السنه دي في بدايه الدوري. انا بتكلم على الفريق الكبير، كان ممكن ناخد الدوري بسهوله جدا، وقادرين على ان احنا ان شاء الله ناخد دوري الابطال، دوري كاس الملك ممكن ان شاء الله ناخده. فبقول لك حتى عندنا فرقه الاولمبي فرقه ممتازه، فرقه هايله قوي، عندنا فرقه الناشئين فرقه ممتازه، فرقه هايله، عندنا كم من اللاعبين الكويسين قوي. افتكر ان مستقبل الشباب زاهر الايام الجايه ان شاء الله. انا قلت لك انا بشتغل مع رجل مميز، فبيعمل كل حاجه مميزه. انا توقعت منه هذا، ان هو يعمل التتويج ده، لانه هو رجل مميز وبيحب التميز وبيحب المتميزين. هو قال لي انا لازم اتوجكم كويس، لان كنتوا عملتوا حاجه كويسه لنادي الشباب، خدتوا بطولتين في سنه واحده للنادي، فاقدر ان انا لازم اعمل لكم حاجه كويسه قوي. وهو كمان يعني حاجه تليق بيه وبنادي الشباب. نادي الشباب عايز اقول لك مختلف عن الانديه كلها، انا بكلمك بجد. عنده كده حته خصوصيه، انه هادي جدا. نادي دايما يحب الكواليتي الكويس، دايما على طول عايز حتى جمهوره. ناس كتير يقول لك جمهور الشباب قليل، مش قليل، لا، الكواليتي بتاع الجمهور كمان كويس ممتاز. ناس بتفهم، احنا شفناهم اليوم في الحضور، حضور جيد جدا، وناس بتفهم في الكوره. لا، انا بشوفهم في كل حته، يعني ناس تتكلم، انا بيقابلوني في كل حته. انا بالعكس، انا اروح العب في القادسيه في الخبر، الاقي جمهور قد ده كمان لنادي الشباب. انا رحت ولعبت هناك، والجمهور كتير قوي، هم عايزين اللي يفرحهم. ان شاء الله لما هنفرحهم الجمهور هيجي اكتر ان شاء الله. كلمه اخيره تقدمها لاداره النادي واللاعبين والجماهير الشبابيه بشكل عام. اول حاجه انا بشكر، والشكر خاص للشيخ خالد البلطان اللي دعمني كشخصيه، ان هو نجحني في شغلتي، لان مدرب بدون دعم مش هيشتغل كويس، مدرب بدون ثقه مش هيشتغل كويس. هو بيعمل حاجتين، المدرب هو اللي بياخد القرار الاول والاخير، ودي عبقريته في الاداره. يدي المدرب حريه ويحاسبه اخر السنه، يدي المدرب امكانيات اللي هو عايزها ويحاسبه اخر السنه. فتحيه خاصه لي مني انا شخصيا على المستوى الشخصي وعلى مستوى فرقتي، ان انا بشكر اولا اللاعبين محترمين جدا، ادوا اداء مميز السنه دي. واقول كل المنظومه اهمها اللاعب، حاجتين في المنظومه مهمه، اللاعب والملعب. فانا شفت ان اللاعب ممتاز هنا وبقدم له شكر، وشاف ان الملعب كويس، فبقول الشكر كمان الخاص للقائمين على الناس اللي اشتغلوا معايا، كلهم. من اولا اخد بالذكر عبد المحسن الجمعان مدير الفريق، بشكره شكر خاص. الكابتن جمال السيد مساعد المدرب بشكره شكر خاص. الكابتن امجد رفاعي بشكره شكر خاص. سكرتير الفريق حاتم ابو شكيم بشكره شكر خاص. العمال ودول اهم حاجه على فكره، لازم الناس ما تغفلهمش، لان لولا العامل احنا مش هنشتغل، لان هم اللي بيعملوا لنا كل حاجه. العمال كمال ودول بشكرهم. ادخل بقى الناحيه الثانيه في السكرتاريه والناس اللي بيخدمونا، اللي هو ابو كريم
عمل لنا اداء مميز السنه دي، بشكره شكر خاص. والشغل الخاص للكابتن محمد شطه اللي كان اول شراره مجيء النادي الشباب، هو الكابتن محمد شطه. هو اللي في البدايه هو اللي اتكلم معايا قبل ما اروح لابو الوليد ونتعاقد، فبشكره شكر خاص مني يعني، وبقول له ان احنا الحمد لله بيضنا وشك. وانا اسف ممكن اكون نسيت ناس كتير، ولكن او نسيت اي حد. الدكتور وليد طبعا، الدكتور شهاب، بشكرهم، دول كمان كانوا معايا في الجهاز. فلو كنت انا نسيت اي حد فاعذرني يعني، ولكن الحمد لله موسم كويس، موسم جميل، نطوي المكسب ده لان انا متعود كده الحمد لله يعني. يمكن اقول ما شاء الله الحمد لله يعني. ما عدتش سنه الا بطوله الحمد لله. عندي البطوله رقم كم هذه لك؟ يعني انا عندي بطولات كتيره. لا دي البطوله ال 14 كدوري عام مع الفئات السنيه، مع الاهلي المصري، مع نادي الشباب، مع نادي النصر اشتغلت معاهم. اما البطولات الدوليه عندي يجي 8 بطولات دوليه مع الاهلي المصري بالذات. والحمد لله يعني ان ما فيش سنه كنت اخاف قوي ان انا تفلت مني بطوله، لكن الحمد لله عدت السنه رقم 14 عليا ان انا، او ال 15 كمان، ان انا خدت البطوله، اكسب بطوله. وبعدين دي تربيتنا، اصل احنا متربيين في الاهلي المصري. الاهلي المصري كده طول عمرنا. لان انا اصلا طلعت من نادي كبير الى نادي كبير اكيد. طبعا. وبعدين اصلا وانا بلعب كان عندي حوالي 22 بطوله وانا بلعب الاول يعني. فبرضه انا مدرب كنت واخد بطولات. وبعدين زي ما انت قلت فعلا انا بشوف في اداره الشيخ خالد البلطان الاهلي المصري. اقول لك سر، انا سعيت ان انا اجيله كمان، لان انا بعشق ادارته، لانه راجل جد، راجل قوي، راجل بيحب نادي قوي، عاوز يسعد جمهوره، بيقدر الناس اللي بتشتغل معاه. وانا احب الناس اللي تقدر الناس في شغلهم. من اهم حاجه من الناحيه النفسيه بيريحك، وبشكر طبعا القائمين على اللقاء، وبشكرك. والاستاذ خالد البلطاني يستحق كل تقدير بكل تاكيد. الف مبروك اخيرا، الف مبروك البطوله الثانيه. تفضل. الشيخ خالد البلطان، انا افتكر يعني انه لازم يشتغل اكتر من كده في الكوره لصالح الدوله. بكلمك في الرياضه لصالح الدوله. هو يستحق كذلك. وجهة نظري يعني. هو يستحق في النهايه. الف مبروك.